الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها. محمد سركس وزير الاقتصاد. أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصا لأهداف الثورة 17 من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها. الدكتور فاطمة عبد الله الحمروش وزير الصحة ستؤدي القسم لاحقا. الدكتور مصطفى علي الرشباني وزير العمل والتأهيل. أقسم بالله العظيم